ومرحبا بكم في هذا المساء الرائع سيداتي وسادتي، حيث تقام هذه المباراة في ظل طقس رائع وأجواء جميلة. كل شيء جاهز هنا من أجل مباراة كبيرة. العديد من الأمور تشير إلى مباراة مثيرة ومترقبة. هذا ما نتمناه اليوم. الصورة مبهرة حقيقة. هناك شعور عام بأن هذه المباراة راح تكون كبيرة وممتعة جدا. La alineación de hoy. انطلاقة المباراة. ألابا، موهبة ساكا فرضت نفسها على الساحة في الفترة الأخيرة. أصبح الاعتماد عليها أكثر وهو يتطور أكثر، ويثبت أن الاعتماد عليه يؤتي ثماره من خلال الأداء الإيجابي والمشاركة الفعالة في الهجوم. جناح رائع ويشكل خطورة كبيرة في الملعب. رايس، ساكا، جيوكيرس، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، تمركز سليم لقطع الكرة. روديجر يشتت الكرة. تيمبر، رايس يلعبها أرضية صافرة من حكم المباراة. هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. تدخل بدني قوي لاستعادة الكرة. واضح أنه كل فريق لا ينوي المغامرة في الهجوم من البداية. يلعبها خلف الدفاع. ليس هذا أفضل ما لديه بكل تأكيد. هل تمر الكرة؟ وصلت ومرت هنا. مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. بالتأكيد هذا الخطأ يورط. هذه كرة جول. الله على روعة الهدف. فقدان التركيز في لحظة تسبب في هذا الهدف. Marcó en el minuto 14 el dorsal 11. أرسنال يجد نفسه متأخر في الدقائق الأولى من المباراة على عكس التوقعات. هدف ربما يكون غير متوقع، لكنه بالتأكيد راح يمنحنا متعة أكبر في هذه المباراة. يستعيد الكرة بشكل سريع. رايس تمكن من المرور. يلعب كرة طويلة. أرسنال يعتمد على الضغط هنا في أسلوبه، وهي طريقة تحتاج إلى طاقة. مجهود بدني كبير من اللاعبين، تحتاج إلى انضباط أيضا من الجميع في تطبيق هذا الضغط لكي يكون مفيدا وتضغط الخصم أكبر وتحاول الاستفادة من أخطائه. البحث عن المرمى. ما الذي حدث هنا؟ تحكم رائع في الكرة. كالافيوري قام بالمطلوب منه هنا. أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. مارتن زوبيميندي سجل هدف وحيد في هذه المباراة، وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. هدف مقابل لا شيء الآن. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. ضاعت بعيدة عن مكانها.
هنا محاولة جيدة. دافيد رايا التقط الكرة دون مشاكل. تيمبر، ساكا عرف كيف يمر. ضغط جيد هنا والتعامل بقوة كبيرة. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. تمريرة طويلة، فالفيردي، رودريغو، تسديدة جميلة لكنها تذهب إلى الحارس مباشرة. رودريغو يلوم نفسه بالتأكيد على هذه التسديدة لأنه كان من الممكن يقدم شيء أفضل من ذلك. بيلينغهام ينطلق بنجاح. التسديد الآن، إبريتشيزي، مارتن زوبيميندي، إبريتشيزي، يا لها من موهبة، لا يوجد مرور من هنا. فاتت، عدت، أصبحت خطيرة، مروا فات الآن. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. يتدخل ويقطع الكرة، رائع جدا في توقع مسار الكرة. فريق غير حاضر ذهنيا، كثير من التمريرات خاطئة. مبابي، كريستيان موسكيرا، مدريد مع التقدم في النتيجة فبالتأكيد لن يغامر في نهاية الشوط الأول. مارتن زوبيميندي، دقة كبيرة متناهية في التمرير. كرة على الطرف ولكن عشوائية جدا. ساكا، إيزي، هذه هي القوة المطلوبة في هذه المواقف. قد تكون هذه فرصتهم. تشاوميني، Habrá un minuto de descuento. ساكا، فينيسيوس جونيور، فالفيردي، قراءة ممتازة للكرة، تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. رودريغو، قراءة ممتازة من الدفاع. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. المباراة متقاربة وهدف وحيد في الشوط الأول، يعني أنه صعب جدا التسجيل في ظل هذا الأداء. نتيجة رائعة للاعبين بالتأكيد، أيضا مشجعين. مهم الآن أن يكون هناك تواصل على هذا النسق مع تصحيح أي خطأ لاحظه المدرب من خلال الشوط. قدم الخصم هدية مجانية لوحدة خطيرة على المرمى والهدف يأتي. هذه هي الإثارة، هذه هي المتعة، هذه كرة القدم وروعتها. الله على هدف يريح الأعصاب ويعزز التقدم ويؤكد العزم على الانتصار. وضع الكرة ساقطة بإتقان شديد، لمسة جميلة، عرف كيف يتغلب على حارس المرمى. حارس مين أمام هذا المهاجم الفذ. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. هدفين مقابل لا شيء. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. مدريد وإمكانية الهجمة المرتدة. جابرييل ماغالايس الآن باتجاه اليمين، عدى وتوغل هنا. جيوكيريس، بيلينغهام الآن يأخذ المبادرة. فينيسيوس جونيور، يا لها من مراوغة خطيرة بعيدة تماما عن المرمى. فينيسيوس جونيور يظهر فعالية كبيرة في الهجمة المرتدة. تروسارد،
حلوة هذه التمريرة. كالافيوري مع كرة بينية. لياندرو تروسار توغل وفات الآن، ممكن يحطها في المرمى. صنع فرصة جميلة للغاية. أكيد هو أكثر واحد يشعر بالإحباط بعد أن قام بمجهودات كبيرة، توغل وتقدم، لكنه في الأخير فشل في الإنهاء. تروسار كرة بعيدة عن المرمى. مدريد بدأ الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة ونجح في التسجيل. الآن عليه التركيز على الحفاظ على تقدمه، محاولة فرض أسلوبه في الملعب وعدم ترك أي فرصة للخصم. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة. كان أنانية بعض الشيء. تيمبر، كريستيان موسكيرا. أرسنال ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. رودريغو يعاني من رقابة لصيقة في هذه المباراة. أكيد غير سعيد بهذا التدخل، لكن تدخل رائع. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الله، ما أروع هذه الكرة. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. يلعبها بينية. كريستيان موسكيرا يبعدها، والآن حان وقت التوقف الأول مع إجراء تغيير. مميز جدا بتمريراته بين الخطوط، راح يكون مهم في ضبط الإيقاع داخل الملعب. فينيسيوس جونيور. رايس. تروسارد. أوديغارد. رايس. ساكا يتقدم بقوة بدنية كبيرة، فيها مغامرة هذه الكرة. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. ساكا. أرسنال لديه جودة كبيرة في التمرير. ريكاردو كالافيوري. الإمكانية الآن، لقد أسقطوه وبالتالي يبدو أنها ركلة جزاء. مدريد في موقف صعب الآن بعد هذا القرار. كيف يتعاملون مع هذا الموقف الصعب جدا؟ Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. تصدي رائع من كورتوا. كان في حالة توهان. كرة أرضية، يبعد الخطورة هنا، يعود بالكرة هذه فرصة. مبابي. فالفيردي. فينيسيوس جونيور في مكان فاضي على الطرف. الله على المهارة، ويعود بالكرة إلى الوراء. جيوكيرس يستعيد الكرة مرة أخرى، والآن تغيير الاتجاه للجانب الأيسر، وجد طريقة للمرور. ريكاردو كالافيوري. أرسنال يجري تبديل آخر. مايلز لويس كيلي. فرصة الآن ممكن يسجل. الآن إمكانية المرتدة. بيلينغهام. التدخل رائع هنا. جابرييل ماغالايز. رايس. لياندرو تروسار. مع فارق هدفين تصبح الأمور أكثر سهولة في الملعب. آخر شيء ممكن يتمناه الفريق الآن هو أن يستقبل هدف، لأنه راح يشعل مباراة من جديد في هذا الوقت. من الضروري التركيز في هذا التوقيت. فالفيردي يلعب كرة على اليسار عند المساحة الخالية على الطرف. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. مارتن زوبيم ممكن يحطها في الجول. تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة.
أرسنال يقوم بتغييرات بالجملة هنا. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. رايس، مايلز لويس كيلي، مارتينيلي يحصل عليها كارفاخال، بيلينغهام. الفكرة كانت جيدة لكن التنفيذ كان سيء للأمانة. وايت، ساكا خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. يشتت الكرة بعيدا بكل ثقة، يستعيدها سريعا. جابرييل مارتينيلي، تمريرة للوراء الآن خطيرة. يا إلهي على كرة، على فرحة، على لقطة جميلة، على هدف خيالي. هدف رائع بعد تمريرات جميلة، سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين أفراد الفريق. نقل الكرة هنا يبدو سهل ولكنه يحتاج إلى عمل كبير. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. مدريد واجه ندا صعبا اليوم لكن تمكن من الفوز بفارق هدف. مباراة شفنا فيها قوة تنافسية كبيرة وقدمت وجبة كروية رائعة بدون شك. رودريجو رجل مباراة اليوم عن جدارة واستحقاق. برافو يا معلم، تستحق كرة المباراة. عرف كيف يقرأ خصمه جيدا واستغل نقاط الضعف